يخرب بيت عقلك يا هيثم، ده انت طلعت مصيبه. اقول لك واحده تانية، بس بيقول لك يا ستي واحد اقول لك على حاجه، قال له قول في بير، قال له شوف لي 5 جنيه سلام. هاي ميجو، تعالى يا بيبي. ايه اتاخرت ليه يا ماجد؟ القعده كانت عايزاك والله. انا اللي عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ عايزك في كلمتين، تعالى. ايه اللي جاب الواد ده هنا البيت؟ كان جايب لي الاغنيه الجديده على CD. يعني ايه؟ يعني ايه يجي البيت وما فيهوش حد؟ يعني اعمل لك ايه؟ اجيب لك محرم؟ انت عارفه كويس ان الشغاله اجازه النهارده، يعني البيت فاضي، ازاي تسمحي انه يجوا تقعدوا مع بعض كده؟ هو انت لسه يا ماجد بتغير عليا؟ ايوه يا ستي بغير عليكي. راجل بقى هتعملي ايه؟ الموضوع ده ما يتكررش تاني نهائي. انت في ايه؟ انت حسستني ان انا امينه وقاعده مستنيه اوامر سي السيد. انت نسيت انا مين؟ انا ياسمينه. ياسمينه انا بخاف عليكي، وبخاف عليكي من كلام الناس، يعني لازم تظبطي نفسك. لا يا حياتي ما تخافش، ركز انت بس في المذاكره والشغل، واعمل حسابك ان احنا بكره عندنا ميعاد مع متعهد حفلات كبير، عايزني في حفله كبيره قوي، ويا ريت ما تغيرش منه، اصله راجل كبير. صباح الفل يا ايهاب بيه. اهلا 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 شربيه، اتفضل. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ها ايه الاخبار؟ يا ترى حضرت لنا اذن المراقبه؟ ده مش هياخد ثواني ان شاء الله. بس غريبه اللي انت جايب نفسك يعني عشان تستلم. يا بيه ما انت عارف انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. 4 اولاد وبنت. ايوه هم دول المشتبه فيهم. ايه يا ايهاب بيه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا، ما فيش حاجه خالص. غريبه، شايفك متاخد كده اول ما شفت الصور اللي في الملف. لا ابدا، اصل حضرتك عارف يعني ضغط الشغل كده بيسبب ارهاق شويه يعني. كان الله في العون. اذن المراقبه اهو، وادي الملف بتاع القضيه. ربنا يوفقك ان شاء الله. شاكر جدا جدا، مبسوط ان انا شفتك. شكرا قوي. السلام عليكم. مع السلامه. رجعت بدري ليه؟ ده انا لسه ما خلصتش الغدا. استني. في ايه؟ بتبص على مين؟ استني بقى يا زينة. في ايه؟ حكومة. يا لهوي، جايين على هنا ولا ايه؟ انت لا. امال ايه؟ هم قاطريني من عند الجامعة لحد هنا. انا حاسس ان انا متراقب يا زينة. يا لهوي، يا نهار اسود، مترعب. هما مش بيكفيهم خد اخويا، هياخدوك مني انت كمان. يا بنتي بقى ما توترنيش، اصلا مش بوتر. دلوقتي اهم حاجة اطلع احط البضاعة في شقة طلبة. لا شقة الطلبة اللي تحط الحشيش فيها، هو ناقص. يا بنتي طلبة اصلا في السجن، هيسجنوا تاني جوه. اهدي انت بس. ما اقدرش اقول لك كم ضغط الشغل اللي عندي في المكتب، كم ملفات وقضايا رهيب. ربنا يكون في عونك يا حبيبي. ده الواحد يا شيخه ما بيلحقش يكمل فنجان القهوه بتاعه، الريس يطلبني ولا مش عارف حاجه. بقول لك ايه صحيح، معاكي رقم دينا؟ دينا؟ وعايز رقمها ليه؟ هتعرفي دلوقتي، طلعيه بس من على الموبايل بتاعك. اوكي اتفضل يا سيدي رقم دينا. هو ده؟ الو. ايوه يا دينا، ازيك؟ عامله ايه؟ انا ايهاب صلاح. ازيك؟ سؤال الحمد لله كويس. بقول لك يا دينا، انا كنت عايز اقابلك، كنت عايزك في موضوع مهم. لا مش هينفع في التليفون. طيب خلاص متشكر قوي، هتصل بيكي تاني وارتب معاكي. سيبي بقى الرقم بتاعي عندك. ها اوكي يا دينا، يلا مع السلامه. اتفضلي. باي باي يا ايهاب، باي باي.
غريبة قوي. هو ده ايهاب بتاعنا؟ بيقولي عايز يقابلني. ليه؟ مش عارفة، بس الغريب في الموضوع بقى انه بيقولي انه عايز يقابلني لوحدي من غير سهى يعني. لا دي غريبة فعلا. تفتكري عاوز ايه ده؟ مش عارفة، حتى مش لاقيه له اي مبرر. طب ما سألتوش ليه في التليفون؟ مش عاوز يقول فيه ايه في التليفون، بس شكله كده الموضوع مهم. انا قلقانة بصراحة. وليه القلق؟ ما تروحي تسأليه وتعرفي كل حاجة، بس أهم حاجة سهى ما تعرفش. لو عرفت هتزعل قوي إنك قابلتيه من وراها. لا طبعا مش هعرفها خالص، أنا ناقصة وجع دماغ. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ممكن اعرف سيادتك كنت عايزها في ايه؟ مفيش، عايزها في موضوع كده يعني. وايه هو الموضوع؟ جايب لها شغل. شغل. ويا ترى بقى ايه هو الشغل ده؟ لا انا عن نفسي بقى ما بحبش اقاطع، هسكنها في الشغل الاول وبعد كده هتعرفي كل حاجه يا حبيبتي. ماشي اوكي حبيبي، ما انا هاجي معاك وهعرف كل حاجه. لا ما هو مش هينفع تيجي معايا يا سهى. نعم؟ ايه اللي انت بتقوله ده ايه؟ في يا سهى مالك؟ هروح اقابلها وبعد كده هتعرفي كل حاجه. لا ده انت عايز تجنني بقى. اجننك ليه بس يا حبيبتي؟ يعني انت عايز تروح تقابل دينا لوحدكم من غير ما تاخد خطيبتك معاك، وكمان مش عايز تقولي انت عايزها في ايه، ومش عايزنا نتجنن. وايه اللي يجننك؟ ايه بس المشكله في كده؟ هتعرفي كل حاجه في وقتها. لا يا ايهاب، انا لازم اعرفه دلوقتي حالا انت عايزها في ايه، وكمان لازم اجي معاك. قلت لك مش هينفع يا سهى. واد يا طلع، يا طلع انت يلا قوم يا راجل، خلي عندك دم. قوم بقالي ساعه بصحي فيك. يا زينة بقى يا زينة، هو انا متجوز منبه؟ عايزه ايه؟ عايزه اروح للنيابه عشان اشوف طلبه واوكل له محامي. يا زينة لسه بدري يا زينة، سيبيني انام شويه والنبي. هو ده لو كان اخوك كنت هتسيبه مرمي كده؟ قوم بقالي ساعه بصحي فيك، حرام عليك. طيب هدي بس صوتك عليا على الصبح كده عشان اعرف افكر. انا هتصرف، بس سيبيني اريح شويه. هتعمل ايه قولي؟ عندي واحد صاحبي كده وكيل نيابه، اكلمه اشوف هنعمل ايه. بجد؟ طب كلمه دلوقتي. خد زينة بقى. الو ايهاب باشا. ازيك يا طلعت، عامل ايه؟ صباح الفل يا عم العالم. ازيك يا برنس؟ وحشني كتير. غريبة بقالك كتير يعني ما اتصلتش. عشان كده يعني؟ حاضر، هشوف لك الموضوع ده. لا تعالى لي المكتب الاول. لا ابدا، عايز ادردش معاك شويه. ربنا ما يحرمنا منك يا عم العالم. تسلم يا كبير، نخدمك ان شاء الله يوم فرحك. يلا يا باشا. ماشي يا كبير، سلام يا عمو. سلام. خلاص هجهز نفسي بقى واجي معاك. تيجي معايا فين؟ للنيابه. وانت مش عايزني اقف جنب اخويا في ظروف زي دي ولا ايه يا طارق؟ لا يا حبيبتي بهزر. طبعا تيجي معايا، ده انت العسل القمر. قومي كاسي. ايوه كده اظبط.